بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. امبارح جاوبنا على سؤال. السؤال كان بيقول هل الشيطان موجود؟ النهاردة هنجاوب على سؤال تاني. السؤال ده بيقول طب الشيطان ده جه ازاي؟ وهل ممكن ربنا يخلق شيطان يحارب أولاده؟ الحقيقة اللي عاوز يعرف قصة الشيطان يقرأ معانا أشعياء 14، ولو قلنا ضربنا 14 في 2 هنتنقل لحزقيال 28. يبقى قصة سقوط الشيطان موجودة في أشعياء 14 وحزقيال 28. طيب بيقول لنا ايه أشعياء؟ بيقول لنا ان اساسا الشيطان ده كان يدعوه كده ربنا زهرة الصبح، يعني انت حاجة حلوة قوي، والصبح معناها انت اتخلقت من اول ما خلقت، وقبل ما اخلق البشر وقبل ما اخلق الارض اتخلقتوا انتوا كمملكة نورانية. لكن ايه اللي حصل؟ يقول كده ان الشيطان بسبب حريته قال في نفسه كده وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسي فوق كواكب الله، يعني ارفع لي عرش فوق الملائكة واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال. يعني كده يبقى لي موكب ويبقى لي حاجة كبيرة قوي. اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي، يعني زي ما في ملائكة بتمجد ربنا انا كمان الملائكة اللي تحت سلطاني تمجدني. يا خبر ابيض على الضربة. وحزقيال يقول انك انت بصيت لنفسك ولقيت قد ايه عندك حكمة وقد ايه تجارتك عظيمة ومفيش موهبة ربنا ما ادهلكش، فاتغريت قوي، يعني وصلت لنفس الموضوع. فبسبب الذات وبسبب الكبرياء وبسبب الحرية الشيطان دخله فكر ظلمة انه عاوز اللي تحتيه يسجدوا له، ودي كانت اول لحظة انفصال. ويقول لنا بعد كده الكتاب المقدس ان حصلت حرب عظيمة بين ميخائيل وملائكته وبين الشيطان واللي تبعوه، وكانت النتيجة ان ميخائيل بقوة ربنا وبقوته اللي ربنا اداهاله قدر يدحض الشيطان او يطرد الشيطان، وبالتالي الشيطان بقت مملكته محصورة في الارض يحارب اولاد ربنا ويحارب ملكوت الله ويحارب كل انسان عاوز يوصل للسماء. قصة صعبة قوي قوي بتبين لنا ان بداية السقوط هي الكبرياء. اقول لكم ايه؟ صباح الخير ونكمل اسئلتنا بكره.